بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن اللاعب مهند علي، لاعب الشرطة العراقي اللي الزمالك بيفاوضه علشان يجيبه للزمالك الموسم اللي جاي ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن اللاعب ومركزه وطريقة لعبه، ونبدأ على طول نوضح لجماهيرنا مين هو مهند علي. مهند علي 24 سنة، مهاجم أساسي في منتخب العراق، بيلعب لنادي الشرطة العراقي، من أفضل المهاجمين في الدوري العراقي. بيتميز بالسرعة والذكاء في التحركات، وكمان حاسم جدا قصاد المرمى. طريقة لعبه ومركزه: هو مهاجم رقم 9 صريح، بيحب يتحرك جوه الصندوق وبيستغل أنصاف الفرص. مش من النوع اللي بيرجع يبني هجمة، لا، هو قناص واقف مستني توصل له الكورة عشان ينهي على طول. بيجيد التسديد من لمسة واحدة، والرأسيات عنده ملهاش حل. نيجي نشوف أرقام اللاعب لعب 37 مباراة الموسم ده، سجل 27 هدف، يعني تقريبا هدف كل ماتش ونص. صنع هدف واحد بس، وده بيأكد إنه مش صانع ألعاب، هو مهاجم صريح. بيسجل هدف كل 108 دقيقة، وده رقم ممتاز لأي مهاجم. مميزات اللاعب: أول ميزة في اللاعب سريع جدا في التحرك وبيسابق المدافعين، بيعرف يتمركز صح في الكرات العرضية، وده واضح من أهدافه الكتير بالرأس. بصراحة دماغه ملهاش حل، أي كرة عالية بيخلصها. طبعا غير إنه بيسدد بسرعة ومن لمسة واحدة، وبيسدد برجله اليمين ورجله الشمال. عنده شراسة هجومية وبيعرف يضغط على المدافعين كويس، ودي من الميزات الكويسة اللي موجودة فيه. إلا إن طبعا ممكن يكون في بعض العيوب اللي موجودة في اللاعب. أول عيب موجود: هو مش بيحب يشارك في بناء الهجمة، وده ممكن يضايق الجمهور في بعض الماتشات. يعني انت هتبص مش هتلاقي مثلا هيستلم في نص الملعب ويمرقص ويعدي، الكلام ده مش موجود عنده. هو مهاجم صريح، مهاجم صندوق. هو لعب بقى في من ضمن العيوب طبعا لعب في الدوري العراقي. طبعا الدوري العراقي قوته مش زي الدوري المصري، فطبعا هيلاقي دفاعات اقوى في الدوري المصري، وهيلاقي تكتلات، فطبعا ده هيحتاج منه مجهود ازيد، وهيحتاج وقت للتأقلم مع الاجواء في مصر عشان يأدي اللي كان بيأديه في العراق. طيب هل الزمالك محتاج مهند علي؟ بصراحة خصوصا ان الفريق بيدور على مهاجم سريع وحاسم، يعرف يسجل من انصاف الفرص، مع وجود لعيبة في نص الملعب كويسة ممكن توصله للمرمى. ممكن يكون له دور كويس، وممكن يساعد الزمالك في مباريات كتيرة. اهم حاجة يا جماعة الجمهور نادي الزمالك، لو الصفقة دي تمت الزمالك هيكسب مهاجم صغير في السن عنده طموح، بس اكيد لازم نصبر عليه في البداية لانه مهاجم عنده امكانيات فعلا. وده يا جماعة كان اهم نقاط القوة والضعف في اللاعب مهند علي، وكمان مميزات اللاعب وبيلعب في نادي ايه. وطبعا دي كل التفاصيل الخاصة باللاعب. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.